قول لي مثلا ما اسم تيم الشوارجيه؟ ينفع عادي كده من غير مرمش؟ اهو 9 ثواني. الرصاص ده ولا كاتشب ولا ايه؟ طب يا جدعان عايز اقول لكم دلوقتي ان احنا هنروح نجيب الهديه للشخص ده، وعايز اقول لكم كمان هنشوف رد فعل الشخص لما يشوف الهديه بتاعته. ليتس جو. يلا بقى كده انا مبسوط فشخ. فيديو جديد يا جدعان وتحدي جديد. زي ما انتم عارفين المفروض ان احنا نلعب 3 لعب، والخسران في ال3 لعب دول هيتحكم عليه حكم زي ما هتشوفوا دلوقتي. اول لعبه من التحدي ده المفروض ان هو هيدخل بدالي عمر شاور، هيلعب باسمي، يعني لو خسر هيخسرني ولو كسب هيكسبني البوينت، ودي هتبقى التحدي الاول من ال3 تحديات اللي هنلعبها. المفروض ان انا اسالهم اسئله دلوقتي، واسرع واحد هيجاوب التاني هو اللي هيسحب. يعني دلوقتي اول سؤال بيقول لك اذكر اسم حيوان من الثدييات ما بيعرفش ينط. ايه الثدييات اللي هم بيزحفوا؟ يعني الثدييات الحيوانات ما بيعرفش ينط. التمساح، التعبان، لا كلب، حيوان ما بيعرفش ينط يا جدعان. ينط الفيل. يا اسحب في بينط. عندي توتر الاعصاب. العب يا باشا. انا مش هتجاوب. المفروض انا عايز اول ايه نزلت في القران ايه؟ نون. ايه نون دي؟ لا اقرا يا عم. انا عارف حاجه يا ابني، انت بتلعب باسمي بسرعه عظمه لسه يا جدعان. هو ما يعرفش ان هو كل ما قول لي مثلا ما اسم تيم الشوارجيه؟ ماذا ينتج النحل؟ حسن. اي حد بيتفرج على الفيديو ده يا جدعان ما تنساش تعمل لايك واشتراك عشان داخلين على 6 مليون مشترك. يلا كمل. ما اسم اقرب كوكب للارض؟ زحل، نيكتون، بلوتو، المريخ. لا هو ايه اللي لا؟ المريخ، القمر، الشمس، لا المشتري. يا جدعان طلع خسرني والله. بالراحه وحياة امك. ايوه اوه ماشي. مين النبي اللي ربنا كلمه؟ سيدنا ابراهيم. ايه يا عم؟ سيدنا موسى يا عم. يا ابني كلمه كلام. انت خرجت من يا عم اجيب لك، يا ابني اجيب لك عظم كتير يا ابني. روح ماشي. ما لون لسان الزرافه؟ برتقاني يا احمر. لا ازرق. اجيب لك عظمه زرقاء يا باشا عشان اللسان الازرق ده. ايه ده؟ ما نوع الغاز الذي يتنفسه الانسان؟ CO2. بتتنفس ثاني اكسيد كربون. جامد. يقول لك الغاز الطبيعي. ثلاث عضمات عشان ما حلو. هو مش مستوعب. هو كده كسب، فاهم؟ انت كده كسبتني جوله. بس عيب عليك. اخويا واخد اللي هو اللي انا قلت لك عليه. حصل. جبت لي الريد بول. حصل. المفروض ان احنا دلوقتي هنخمن ايه اللي موجود جوه. لو مثلا بيبسي نقول بيبسي دايت ولا بيبسي عادي. لا انت كده اوفر. انت كده كانك بتقول هيكل توينز، مين فيهم حسن ومين فيهم حسين. دي سهله، انت مش فاهم انت قدامك ايه. يلا قبل ما نبدا، جبت لي الريد بول اللي قلت لك عليها ولا لا؟ حصل. امانه. حصل. هتلاقي مفيش بيبسي دايت ولا هتلاقي بيبسي عادي ولا هتلاقي اي حاجه. انت مش فاهم انت قدامك ايه. موجود. هيمن انا اشرب من مين؟ لازم اقولها صح. ها هو حاجه فراوله على لا فيها كده حاجه كافيه، هو فيروز على كافيه على حاجه كده، فاهم؟ هو انا تقريبا الشاليموهات غيرتها غلط، فانت ضايق طعمين. انا فاهمك، يعني انت بتقول صح بس بتقول طعمين. فيروز بالنسكافيه. غلط. اوكي هو كده خسر اول واحده. انا شايف حاجه حمراء مش عارف دي. هو قهوه. استنى. الله ريحتها تظبط الدماغ. مش عارف اساعدك ولا ايه، بس لو حاجه بايظه حاجه بالقهوه يعني. ماشي. على طول المفروض ما تفكرش. شديت مشروب تذوقت. شعير. مشروب شعير. تعمل خلطه ولا؟ الشاليموهات كان فرق اسم. ايوه عرفته ده لسه نازل جديد. ايوه جديده يبقى ايوه فيروز. ايوه صح. ده زبادو. غلط. استنى بس يا عم، ايه اللي غلط؟ طعمه حلو بصراحه بس ده زبادو. غلط. ايه يعني؟ خلاص نجرب انا في حاجه. انا بص على وشكم لو ادى اي رياكشن يبقى يلا شد بسرعه. ايه انت؟ خلينا دي. هو ايه اللي خلانا؟ ده صوص ده ولا كاتشب ولا ايه؟ صوص. يعني دي امان طيب ولا انت كسبنا في 2؟ ده ايه اسمه ايه؟ صح. انت لو قلتها غلط كمان هتبقى خسران. هتبقى اسمها يعني خسران. شربها وكمان خسر. ايه بقى ماركة ايه؟ لا عارفها، ده اللي بجيبها على طول. ايوه اسمها هاينز. صح. ايه ده؟ يولع. لما يبقى اسوأ حاجه حصلت لك هي اللي هتكسبك. ايه يا جدعان؟ ايه ده؟ خمور دي يا ابني ولا ايه دي؟ حلال. نجربها كده الزرق خلاص. هوت صوص.
مش عارف. طب ايه؟ ما طبيعي حسين مش هيعرفها يا جدعان، ده مشروب الرجاله بس، ده مش ده بريل صح؟ صح. يعني عايز اسال سؤال بجد، هو في ناس بتروح السوبر ماركت تدفع فلوس تشرب بريل عشان جلد الذات ده؟ انا بحبه، انا بحبه. بتحبه؟ ايوه. اعمل لي بلوك. هقفل الفيديو. دي الوحيده اللي انا ما جربتهاش. ايوه جرب. بالمناسبه السعيده والحاجات الحلوه اللي احنا جربناها ديت، عايز اقول لكم ان في فيديو كامل بينزل كل ثلاث وكل جمعه على اليوتيوب، بس طبعا بيكون فيهم الحكم والعقاب اللي بيخسر من الالعاب. اتفضل يا باشا. زبادو فراوله. انا مصمم ان هي زبادو. طب ما انا قلت له غلط، انا قلت له غلط، قال لي زبادو فراوله، قلت له غلط. هو حاجه بتاعتي. والله زبادو فراوله. يا جماوي يا جماوي. لا بروتين. لا هو زبادو فراوله. هو ده؟ ايوه بس مش جهينه، لا هو زبادو فراوله. ايه ده؟ وي بروتين. انا قلت بروتين، ما هو مش لازم اقول اسمه كده. كام يا باشا بوينت؟ ماشي 2-1. طب يا جدعان كده زي ما انتم شايفين 2-1 ليا، وانا اللي كسبت التشالنج ده. حسين انت مش ناسي حاجه كده ولا كده؟ لا يا اخويا الكاميرا فكرتني. طب عايز اقول لكم يا جدعان دلوقتي، رغم ان انا كسبت في التحدي ده، بس المره دي مش هيكون عقاب. طبعا انتوا عارفين المفروض اللي بيخسر بيتنفذ فيه عقاب، بس النهارده عرفنا ان اكتر شخص متابعنا من التوب فانز ومظبطنا لايكات وكومنتات كل الفيديوهات اللي نزلناها، عرفنا ان هو ساب بيته القديم ونقل في بيت جديد. فالكلام ده معناه ايه بقى يا معلم؟ معناه ان انت هتجيب له هديه بمناسبه البيت، ولازم الهديه دي تكون حاجه قيمه. يعني لو ما عجبتنيش عادي. حاضر زي احمد ابو هشيمه باشا، بعد اذنك الفلوس اللي انت سالفها مني بعد اذنك ترجعها. طب يا جدعان عايز اقول لكم دلوقتي ان احنا هنروح نجيب الهديه للشخص ده، وعايز اقول لكم كمان هنشوف رد فعل الشخص لما يشوف الهديه بتاعته. ليتس جو. بسرعه في الاداء واتقان في العمل. الناس دول احنا ما اخرناهمش خالص. هنطلع باشا نحط هنا في الدور ال 18 ان شاء الله. بس للاسف نسينا اقول لكم ان مفيش اسانسير. هنعمل ايه في الحوار ده؟ والله يا جدعان صادق، حسين صدق خلاص جاب الهديه فعلا. انا عايز اقول لكم دلوقتي ان احنا خدناها مشوار كده، قلنا لها تعالي هنتقابل تحت في المطعم ماشي، واحنا سيبناها تروح المطعم، واحنا جينا على مفتاح الشقه بتاعتها، خدنا الشقه وجينا. هي هتيجي بقى دلوقتي هتتفاجئ بالهديه بتاعتها. عاش والله، الف مبروك. ايوه انا فرحانه انها جت لنا والله. عاش والله، عاش عاش عاش. احسن انا اخويا. عايز اقول ان شريك في الملحمه دي كنت مجهول جاي يقضي خدمه عندنا. خلص خدمه الجيش وجاي يقضي خدمه ثانيه هنا معايا كانتوين. لازم اقف معاهم. انا بس دخلت المطبخ كده لقيت دي، قلبي كان هيقف بصراحه. نفسي اسرقهم بس يعني بص ما ينفعش ناخد حاجه من بيت حد الا دي. دلوقتي هي وصلت، المفروض ان هي داخله على البيت حالا. وصلت، انا سامع صوت طالعه. يلا بقى كده انا مبسوط فشخ. ايه المواعيد دي يا جماعه؟ ايه ده الشقه المفتوحه دي؟ ايه المواعيد دي يا جماعه؟ مش كده. ايه الاخبار؟ مش مواعيد يا باشا. عامله ايه؟ احنا جايين لك بقى المره دي حاجه بسيطه قوي، عاملين لك حاجه حلوه. بصوا لا والله لسه بقول لهم ايه التوب فان. ايه رايك؟ الفانز الاصيل. دي حاجه بسيطه والله. بس يا ولد لا والله ولا ايه. ايه رايك؟ لا والله. بص يا ناس، بص ده الفريزر بتاعنا حلو، وده تحت الدرج. انا بس سرقت حاجه من عندكم من المطبخ. انت انا باكل بس هو لا كتير يا ولاد. ايه اللي بتعملوه ده كتير جدا جدا. حاجه بسيطه خالص خالص خالص. بتعملي اكتر. يا لهوي يا لهوي والله يا جدعان خلصنا وجبناها. عايز اقول لكم والله العظيم بجد، لما انت بتجيب هديه لمامتك لخالتك لاختك لبنتك لاي حد، انت فرحتك بالهديه دي بتكون اضعاف الفرحه بتاعتها. يعني لو هو فرح كده انت فرحت قد كده. وفي حاجه كمان بقى عايز افكركم بيها وافكر كل الناس بيها، لان كل الناس اتشغلت في حياتها ونسيوا النقطه دي، مع ان النقطه دي مهمه قوي. الفلوس اللي انت معاك سواء من شغلك او اي فلوس معاك، ربنا ليه نصيب فيها ولازم تطلعه، ودي مش مجامله منك، ده فرض عليك. يعني مثلا لو انت حطيت فلوسك في البنك وفضلت مستني لحد اخر السنه عشان تاخد 18% مكسب، او ممكن تتبقلش وتروح عليه. اما بقى لو طلعت نصيب ربنا من الفلوس اللي معاك دي، وهو عن طريق ان انت تجيب مثلا هديه لمامتك خالتك اختك زي ما قلت لك كده، او حد غريب، فدي اسمها تجاره مع الله. يعني مش تقعد اخر السنه تستنى 18% فوائد البنك، انت حاطط فلوسك مع ربنا. يعني شوف ربنا بقى يديك النسبه بتاعته قد ايه. وعايز افكركم بحاجه كمان، ان ربنا قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. شوف بقى هو هيضاعفه لك قد ايه. نشوفكم في فيديو جديد كل 3 جمعة على اليوتيوب. سلام.